يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. نعم. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبست بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. نعم. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رهبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة. سبحان الله. يعني هذا الوقوف يعني وهنأه يعني هذا بقيت في نفس سيدنا كعب بل الباقي لم يقم أحد يعني إلى الآن هم متأثرون يعني إلى الآن من هذا الموقف يعني لكن طلحة قام. نعم. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى في ما بقي. نعم. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تلاحظون على الثلاثة الذين خلفوا، يعني كأن الباقي الذين اعترفوا لم تأتي لهم هذه الشهادة الربانية، فقط جاءت للصادقين. بضع وثمانون مرة معنا، صحيح؟ بضع وثمانون الذين ذهبوا إلى النبي، ولم يقل أما هذا فقط صدق. تلاحظون فقط الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أما الباقي لأنهم لم يكونوا صادقين في توبتهم أو في قولهم. نعم. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تابوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. يعني أنا خصصت الثلاثة، لكن ربما في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ربما يدخلون، يعني حتى أكون دقيقا في كلامي. يعني هذه الآية أيضا صريحة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إذن كأنه تاب عن الجميع. نعم، والله أعلم. نعم. وعن أبي نجيد بضم النون وبفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟
قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. لاحظون الصدق، يعني هذا هي بنفسها جاءت يعني، وكذلك ماعز الصحابي أيضا، لأنه معرض الإنسان للذنب، يعني ممكن إنسان، لكن هنالك بعض الذنوب تحتاج إلى تطهير في الدنيا قبل الآخرة، منها الزنا، خاصة إذا كان متزوجا يعني. طبعا إذا كان عزب يجلد يعني، لكن إذا كان متزوجا يرجم حتى الموت. وهذا الحديث رواه مسلم، والنبي الذي فعل ذلك. ويأتي في هذا الزمان من يقول لا يوجد رجم في الإسلام. لماذا؟ قال لا يوجد آية في القرآن بالرجم. نقول أيضا لا يوجد 3 ركعات صلاة المغرب في القرآن. إذا أنت تريد أن تلغي كل شيء قاله النبي فقط في القرآن، هذا أيضا مشكلة هذه. لذلك بعضهم وصل إلى درجة أنه يقول لا يوجد رجم في القرآن، إذن لا يوجد رجم في الحياة. طيب النبي فهم القرآن، والقرآن أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رجم، وهذا الحديث واضح. كيف تنكر الرجم؟ عجيب يعني، هذا أسلوب شيطاني يعني. كيف خلاص يعني لا يوجد رجم في القرآن، يعني لا يوجد، من قال هذا الكلام يعني؟ وكثير من الأشياء مجملة في القرآن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصلي أصلا أنت؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تحج؟ هنالك أمور كثيرة النبي هو الذي فصلها لنا يعني. القرآن مجمل والسنة مفصلة يعني. وإلا إذا أنت يعني مثل الذي يشرب الخمر يقول فاجتنبوه، يعني خلاص يعني لا مانع أن تشربوا الخمر، لكن يعني ابتعدوا. يعني كيف تجتنبوا يعني لم يقل حرام، قال فاجتنبوه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب الصحابي الخمر كان يجلده، لو لم يكن حراما لماذا يجلده يعني؟ يقول لا في القرآن لا يوجد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فاجتنبوه، لم يقل يعني حرام مثلا. جيد. النبي كيف فهم النبي أن هذا الخمر شاربه ينبغي أن يجلد؟ لماذا جلده أصلا؟ والأحاديث التي تقول لعن الله شاربها ولعن الله حاملها والمحمولة إليه، وهذا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والخمر معروف يعني هذا شربه حرام، هذا بالإجماع لا يوجد خلاف أصلا. وتأتي أنت في هذا الزمن تأخذ من كلمة فاجتنبوه يعني ليس حراما. ما شاء الله، ما هذا الفهم يعني، لم يفهمه أحد إلا أنت في هذا الزمان. لذلك بعض الناس الآن يخرج ويحاول أن يحلل الخمر، وكذلك يقول الرجم لا يوجد. عدم إقامة الحد الرجم لا يعني غير موجود في الإسلام، لا يعني غير موجود في الإسلام. هناك أمور كثيرة في الإسلام، لكن لو بحثنا بعمق الآن يعني كم حادثة حصلت في الإسلام أن 4 شهود رأوا عملية الزنا لم تحصل أصلا في الإسلام نهائيا يعني. إذن هذه المسألة لا تخاف منها يعني. الإسلام يعني كأنه يقول لك إياكم أن ترتكبوا الفاحشة علنا هكذا، هذا أما بينك وبين الله هذا شيء الله يحاسبك هذا. لكن ممنوع انتشار الفاحشة أمام الناس، هذا ممنوع. الإسلام يقول ممنوع هذا. السرقة أيضا، حد السرقة يعني بعضهم يقول الإسلام عبارة عن رجم وقطع أيدي فقط. نقول له كم حادثة السرقة حصلت في الإسلام؟ حادثة السرقة التي تحصل حتى نصل إلى القطع لابد أن يكون من حرز أولا، وكذلك له قيمة. أما في الطريق لا تقطع يده. إذا إنسان سرق في الطريق لا، حتى لو فات إلى الصاغة الآن وأخذ لا تقطع، لأن هذا ليس حرز، هذا مكشوف. ينبغي أن يكون في خزينة مغلقة وكذا يكسرها، يعني لها شروط كثيرة يعني حتى تصل إلى هذا. وكذلك أن لا يكون جائعا، أن لا يكون محتاجا. سيدنا عمر في عام الرمادة كان لا يقيم الحد على السارق. لماذا؟ لأن أجل أن يأكل. فهنالك إذن هذه مسألة أخرى يعني. لا تظن أن الإسلام فقط عبارة عن قطع أيدي ورجم. انظر إلى أعطني كم حادثة كم قطع النبي من أيدي؟ كم؟ لا ربما أقل. وحالات الزنا هذه المرأة والماعز هل نعرف غيرهما؟ ما نعرف. يعني ربما شرب الخمر كان، لأن العرب كانوا يشربون الخمر كثيرا يعني، ومع ذلك حوادث شرب الخمر قليلة جدا يعني. ولذلك لا تتصور الإسلام أنه كله هكذا، هذا تهويل، هذا ليس صحيحا. نعم. وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. نعم، هذا يعني فطرة بشرية هذه يعني. مسألة المال
والذهب، ويعني كانها فطرة بشرية هذه يعني، وخاصة النساء يعني هذا كانه بالنفس يعني، ليس بالأمر السهل يخرج الدنيا من قلبه يعني. لكن العاقل حقيقة إذا أكرمك الله بالمال يعني تصدق في سبيل الله، لا مانع أن تكون في المباحات يعني، ولكن لا تنسى الآخرة يعني، لا تنسى الآخرة، لا تنسى القبر، لا تنسى يوم القيامة يعني. حاول أن تزرع في هذه الدنيا لذلك اليوم يعني، ليس فقط تعيش في الدنيا للدنيا، أنت تعيش الآخرة لا تعيش للدنيا، لأنها الدنيا مؤقتة يعني. كم ستعيش في هذه الدنيا ثم تترك تمشي يعني. لكن هذه الحسنات تبقى لك، خاصة التي فيها إخلاص يعني، تساعد لله دون أن تظهر هذا يعني بينك وبين الله عز وجل. كل شيء بينك وبين الله له قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الدنيا بعضهم أصلا لا يفكر في الآخرة، ربما دخلت الدنيا إلى قلبه ورحلت الآخرة أصلا يعني. حتى لو جلست معه رائحة الدنيا تفوح منه بشكل عجيب يعني، عجيب عجيب، حتى كلامه، حتى نفسه، كل شيء يعني. سبحان الله عنده صدق وإخلاص عجيب للدنيا يعني. لو كان هذا الإخلاص للآخرة يعني، الآخرة تجدها بعيدة جدا يعني آخر شيء يفكر به. مع أنه يعني لو سألنا أين أبوك في الآخرة صار، أين جدك في الآخرة، وأنت ماذا تنتظر يعني؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. نعم. متفق عليه. جزاك الله خيرا. إذن هذا يعني باب الرحمة، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى يعني. وكذلك هناك حديث رواه البخاري في صحيحه: يعجب الله عز وجل من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هم كانوا يريدون أن يقاتلوا النبي ويقاتلوا الصحابة في بدر، وعندما أسروا هؤلاء بعد فترة من الزمن صاروا من الصحابة ودخلوا في الإسلام، فهؤلاء يعني انقادوا إلى الجنة بالسلاسل. وبعضهم ربما يقتل ويتوب الله عليه ويدخل الجنة يعني. فهذا من باب هذه رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل واسع الرحمة. طيب نقف هنا.